اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل النهاردة الغدا. تعالوا اقولكم هنعمل غدا ايه. معايا بصلاية مبشورة على المبشرة وطماطمية مبشورة على المبشرة. هنزل عليهم بمعلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الكزبرة الناشفة، وكمان شوية سكر، معلقة سكر صغيرة كده. لازم اساسا نحط في التتبيلة بتاعتنا سكر ومكعب من المرقة. السكر هيطري الأنسجة بتاعة الفراخ، دي تتبيلة الفراخ. وهحط معلقة من بهارات الفراخ ومعلقة بابريكا علشان تديها لون، ومعايا معلقة من التوم البودرة يعني معلقة واحدة توم وبصل بودرة على بعض. هنزل عليهم بحوالي من فصين لتلاتة من الحبهان، وتلات اربع ورقات لورا، وكمان السبع بهارات. كل بقى المكونات دي كلها هعصر عليهم ليمونية، مش هحط خل، لان الخل بيخلي الانسجة بتاعة الفراخ مش طرية، بتشد. وعصرت عليهم ليمونة، وهجيب الفراخ بتاعتي بعد ما نقعتها حوالي نص ساعة في دقيق وملح وليمون، مش بغسلها بخل، بليمون برضو. وغسلتها وصفيتها في المصفى، وهجيب سكينة تكون رفيعة، اعمل فيها فتحات علشان تشرب من التتبيلة وتبقى اللحمة من جوه طعمها حلو. هقلب بقى التتبيلة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وهنحط عليها شوية زيت. هنحط على التتبيلة شوية زيت. هجيب بقى كده الفراخ بتاعتي، اي فراخ، وراك، فرخة، قطعها التقطيعة بتاعتك، بس دي التتبيلة الاساسية. ممكن كمان تعملها في الاجنحة، تبقى حلوة جدا. هسيبها بقى شوية كده بعد ما تبلتها، حوالي ساعة في التلاجة، وهغطيها. وهجيب بقى ايه، هعمل النهاردة خضار بسلة. هجيب الجزر، هقشره الاول واغسله. نقشر الجزر ونغسله، مش بعد ما نقطعه نغسله، لا غلط. انا قشرته وغسلته، اقطعه بقى مغسلوش تاني. معايا البسلة فصصتها وغسلتها وصفتها، ونزلت عليها بالجزر. اقلبهم كويس جدا، ما تغسلوش الخضار بعد التقطيع لان فايدته هتروح في المية. معايا حلة بقى متوسطة كده، احط فيها بصلاية كبيرة او بصلتين متوسطين، معليهم معلقتين من السمنة ومعلقتين 3 من الزيت. هشوح بقى البصل كده في الزيت والسمنة، وهنزل عليهم بالبسلة. هشوح البسلة مع البسلة والجزر مع البصل، وهسيبهم بقى لحد ما تتشوح خالص، مبقاش فيها ولا نقطة مية. هنزل عليها بحوالي كيلو من الطماطم. انا معايا كيلو من البسلة، هحط عليه نص كيلو من الجزر، عليهم كيلو من الطماطم. امصمص بقى الشفشق كده زي الامهات بتاعتنا المصريين، وهنزل عليهم على الطماطم. كده خلاص بقى، حطيت البسلة على النار. هنزل بقى ايه، هجيب الفراخ. اسويها النهارده، هسوي الفراخ على النار، مش هدخلها الفرن. جربوا بقى تسووا الفراخ على النار كده، حلوة جدا، ما بتاخدش وقت. وبس ابقي حط لها كوباية مية، يعني حطي كوباية مية في الصينية كده علشان تستوي فيها. لو لقيت المية نشفت ولسه الفراخ ما استوتش، زودي مية. حط بقى التوابل بتاعتي، حط معلقة سكر مع مكعب من المرقة، معلقة فلفل اسود، معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة 7 بهارات. واول لما تغلي خلي النار متوسطة. خلي بالكو لو العين كبيرة، لو الحلة كبيرة نحطها على عين كبيرة، لو الحلة متوسطة يبقى العين المتوسطة. خلاص، عشان ايه ال ال نقعدش يغلي قوي وتبقى العين كبيرة والحلة صغيرة. خلاص تغلي نوطي عليها. هجيب بقى طبعا رز بشعرية. دايما عودوا نفسكم، لو هتعملوا كيلو من الرز يبقى نص شعرية، لو هتعملوا نص رز يبقى ايه، ربع شعرية. ال- الرز الشعرية نص كمية الرز. خلاص حمرت بقى الشعرية بتاعتي، وغسلت الرز على طول، غسلته وصفيته. ما بننقعش الرز، بنغسله ونصفيه لحد ما الشعرية تتحمر. وهنزل عليها بالرز بقى وافضل اقلب، وبعد كده انزل بالملح واقلب لحد ما الرز كله ينشف من ميته. واجي انزل بالمية، المية بتكون قد الرز. لو انا حاطة 4 كوبايات من الرز يبقى 4 كوبايات من المية، ملناش دعوة بالشعرية. خلاص يبقى المية قد الرز. هقلبهم كويس من الملح، وادوق الملح بتاعي لقيته مظبوط. خلاص كده، خلاص المية اتشربت، النار عالية، المية اتشربت. هبدأ اوطي النار زي الشمعة. خلاص اوطي على اقل حاجة، واسيبه بقى يستوي وياخد ويدي مع بعضه. ولو الرز كتير اعمليه في حلة كبيرة. تعالوا بقى نشوف البسلة استوت ولا لأ. لسه شوية، ولقيت الصلصة بتاعتها نشفت شوية.
زودتها مية سخنة. عودي نفسك ما تزوديش الخضار مية ساقعة علشان هيبقى مكلح، تحسي ان القوطة مش حمرا حتى لو هي حمرا. خلاص وطيت بقى النار شوية كده، اسيبها بقى تستوي كده على مهلها، تكون الفراخ استوت والرز استوى. هو ساعة زمن بالظبط. اول بقى ما تلاقي البسلة استوت هنحط عليها معلقة من الثوم، بتودي البسلة في حتة تانية. وما تنسيش تقطعي قرن فلفل مع البصلاية، برضو بيوديها في حتة تانية. كده خلاص بقى الرز هو تستوى، وطيت عليه خالص، نقلته على عين صغيرة. ولازم الرز يبقى فيه بخار، وانتي موطيه عليه خالص كده يبقى فيه بخار، لان البخار هو اللي هيسويه. تعالوا بقى نبص على الفراخ. الفراخ اعرفها ازاي انها استوت؟ بلاقي الرجل بتاعتها اتخلعت زي كده، والجناح بمسكه بلاقيه بيتكسر في ايدي، يبقى انا كده الفراخ بتاعتي استوت. مش هتعرفي تشوفيها، يبقى هي ساعة زمن. دخلتها بقى الشواية بتاعت الفرن، حمرت بقى الوش كده جميل جدا. اصلا مش محتاجة شوربة في حاجة. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ومع السلامة.